السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار هامة وعاجلة نبدأها من اليمن. قامت القوات الأمريكية ومع قوات إنجليزية بضرب اليمن، ضربوا أهداف حيوية في اليمن. من الأهداف دي طبعا قواعد إطلاق الصواريخ والدفاعات الجوية والمخازن. ضربت مدينة صعدة وضربت مدن تانية. بيقول لك إن ألهبة النيران كانت طالعة من الجبال بتشتعل. عايزين نعرف هما ليه ضربوا الحوثيين دلوقتي. يعني كانوا ادوا لدولة الكيان. أمريكا ادت لدولة الكيان 1800 بومبة اللي هي وزن 1000 طن. طبعا انتوا عارفين احنا بنتكلم بألغاز علشان اليوتيوب والتيك توك ما بيسمح لناش ان احنا نتكلم كده. عايزين نقول على الناس دي ناس حلوة وانهم بيفرقوا بسكوت وشربات على الناس. المهم يعني خلينا في المهم. طبعا اديت لهم 1800 وحدة، الواحدة فيهم وزن طن على الأقل علشان تخترق الجبال، تخترق الصخور. فهي اديتها لهم ليه؟ علشان تضرب بيها مصر في يوم من الأيام، ولا تضرب بيها إيران، ولا تضرب بيها الجبال في اليمن. طيب نشوف احنا كده واحدة واحدة. الحوثيين معروف ان دول ذراع من أذرع إيران. هم خلصوا على تقريبا على معظم القدرات بتاعت حركة سماح، وخلصوا على حزب الله، وخلصوا على بشار. انا بتكلم على القوات يعني. ودلوقتي داخلين على المرحلة الرابعة او اليد الرابعة لإيران، وهي مين؟ وهي الحوثيين. طبعا الحوثيين مسيطرين على المنطقة دي وبيضربوا الأهداف المتحركة في البحر الأحمر. كل ما هو رايح لدولة الكيان هم بيقولوا إن إحنا بنضربه. طبعا ده أثر تأثير مباشر جدا على إيرادات قناة السويس، وضرنا إحنا كمصريين ضرر شديد جدا. وهي دلوقتي قالت إن أي هدف بيتحرك أمريكا، سواء كان الهدف ده عسكري أو تجاري، الحوثيين هيضربوه. ردت أمريكا وقالت لو هم ضربوا إحنا هنصعد وهنضرب أكتر من كده، وهنعتبر إن العمل ده عمل عدائي من إيران، مش من اليمن. من إيه؟ من إيران. هل إنهم هم كده هيضربوا؟ معنى الكلام ده إنهم هيضربوا إيران؟ لو الحوثيين ضربوا مركب تجاري أو مركب أمريكي أو إنجليزي بيتحرك في البحر الأحمر، ده هيضربوا إيران؟ الله أعلم. طيب مش ممكن يكون دوت تجهيز لأنهم يضربوا إيران ويبقى زراعها ده في المنطقة كده خلاص انتهى؟ مش ممكن يكون دوت تمثيلية هم عاملينها، وإن الضربات بتاعتهم دي ما أثرتش؟ يعني هم طلعوا مثلا ب70 80 طلعة، السعودية كانت طلعت ب75 ألف طلعة وما أثرتش، بل زادت من قوة اليمن أو الحوثيين. أقصد يعني زادت قوة القوات بتاعت الحوثيين، والقدرات بتاعتهم زادت. هل معنى إن هم هيضربوا 75 طلعة دي أثرت فيها قوي؟ أقول لك لأ، لأن هم مخبين الحاجات بتاعتهم في قلب الجبل، وصعب إنك أنت توصل للحوثيين، صعب جدا، إلا لازم يكون إنزال بري. وعملية الإنزال البري ديت ما قدرش عليها الأمريكان ولا الإنجليز. هم كانوا عايزين، هم ما زالوا يعني كانوا عايزين يدخلوا مصر طرف في الموضوع. مصر طبعا رفضت بشدة إنها تخش لضرب بلد عربي مهما كانت الخلاف معاه. طيب يورطوا دول عربية زي السعودية والإمارات ويقولوا إن الطيارات دي بتخرج من عندهم وبتضرب، فيوقعوا الإيران مع اليمن ومع إيران. فدوت برضو نفتكر يعني إن الدول العربية رفضت الموضوع ده. فبتطلع، طب الطيارات اللي بتطلع تضرب دي بتطلع منين؟ دي بتطلع من حاملة الطائرات ترومان، اللي هي كانت قبالة المياه الإقليمية المصرية، واصطدمت بيها سفينة تجارية، فاعتبطها، راحت اليونان اتصلحت واتعملت لها عملية صيانة ورجعت تاني. رجعت طلع منها الطيارات اللي بتقذف فين؟ في اليمن. طيب ده تحليل وده كلام. الكلام التاني بقى ان قامت دولة الضفائر والنجمة الزرقاء بالضرب والاعتداء على اخواننا في القطاع. ضربت بيت لاهية رغم ان في وقف للاعمال دي. يعني هم واخدين، احنا لسه في المرحلة الاولى من عملية الوقف ده اهي، وهم بيخترقوها كل شوية. يموت 7، يموت 9، يموت 8.
فان هم كل شويه يقوموا يضربوا. وبعدين ضربوا كمان فين؟ ضربوا في الضفه الغربيه. يعني معنى كده ان هم مش ساكتين، ان هم مصعدين. طيب، امريكا بدات انها تتكلم كويس عن الخطه المصريه، وتقول ان الخطه دي خطه كويسه، وهم يعني ايه، ان هم ممكن يدرسوها ويشوفوا اللي فيها، ويشوف اذا كان في نقط خلاف ولا لا. طبعا النقاط الخلاف الاساسيه اللي هي كانت في موضوعه في لعمليه ايقاف الحرب هناك، يعني في القطاع، كانت من ضمن الشروط ديت ايه؟ نزع سلاح حركه سماح. طبعا الناس ديت رافضه رفض تام ان هم يتنزع سلاحهم، وانا معاهم. العرب قالوا ان هم ممكن، يعني كنوع من المبادرة، ان ممكن يتشال السلاح بتاع سماح، ولما يحصل اعتداد يدوا لهم المفاتيح ويقول لهم اتفضلوا، ويخرج المراقبين العرب اللي هم موجودين بيراقبوا العملية، عملية نزع السلاح. يبقى السلاح يبقى منزوع في وقت السلم، اما في وقت الحرب فمن حقهم انهم ياخدوا المفاتيح ويدافعوا عن نفسهم. وده كلام معقول، يعني ده كلام معقول بالنسبة لنا احنا كعرب، وكلام معقول بالنسبة للفلسطينيين. نقطة تانية ان هم عايزينهم يخرجوا خروج تام من العملية السياسية، ودوت حركة سماح يعني قالت انها موافقة عليه ومفيش مشكلة فيه. يبقى كده النقطة اتزالت. طيب، هم برضو ما زالوا ان هم بيكلموا دول تانية علشان يعملوا عملية التهجير. ايه بقى اللي هم بيكلموا اقليم بورتلاند، واقليم السودان اقليم الصومال الانفصالي، و- و- وجمهورية الصومال الفيدرالية، والسودان. طبعا السودان فيه سودانين، وليبيا فيه ليبيتين. في السودان لو قالوا للبرهان، البرهان هيرفض بشدة. لو قالوا حميدتي، حميدتي هيوافق. في مقابل كده هيدوله طبعا ايه؟ مساعدات وكده، ويعترفوا بالجزء اللي هو محتله، وتبقى العملية قسموا السودان لجزئين. نفس الحكاية اقليم بورتلاند في الصومال ممكن يوافق، وسومالي لاند ممكن انها توافق. فبكده ان هما، يعني انت ازاي انت عايز تعمل مصالحة وفي نفس الوقت انت بتفكر في انك تتهجرهم؟ طبعا موقف مصر رافض عملية التهجير، سواء كانت داخل مصر او خارج مصر. يعني ان الفلسطينيين يحصل لهم عملية افراغ من ارضهم وترحيل من ارضهم الى اي حتة تانية، هم رافضين. طب انت هتهجر الفلسطينيين من دولة آسيوية هتروح توديها في دولة أفريقية؟ طبعا ده الجو هناك حر ومش هيستحملوه كده، هتوديهم ازاي؟ فممكن ان هم يقولوا لسوريا ولبنان. لبنان هيبقى في الجزء الايه اللي هو اللي مش محتل، اما الجزء اللي هم احتلوه فكده ده خلاص، الجزء دوت كده اللي خدوه دولة النجمة، ده يعتبر كده خلاص هم مش هيخرجوا منه تاني. وكذلك الجنوب السوري، الجزء اللي هم خدوه لغاية دمشق، هم يعني حتى في عضو في كنيسة بتاع الضفاير قال لك احنا عايزين دمشق نفسها عايزينها تبقى تحت ايدينا، مش عايزين انها تخرج، عشان نوصل منها الى اقليم كردستان، ومنها الى النهر، نهر الفرات. يبقى خدوا هما من فرات للنيل، بس طبعا للنيل ده بعدهم عمرهم ما هيوصلوا لها. ف يعني احنا قلبنا مع الدول العربية، مع الفلسطينيين ومع اليمنيين، وبن ربنا ينصر الأمة الإسلامية. وما تنسناش يا أخويا إنك بصالح الدعاء، وتكتب كومنتات كده تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتب تحيا مصر ويحيا العرب. وما تنساش إنك أنت تشترك في القناة، لأن تفاعلكم ضعيف جدا. حتى أنا بنزل العلامة بتاعة السبسكرايب، محدش يعني مفيش اهتمام. فشجعونا عشان نقدر إن احنا ننتج تاني، نقدر نطلع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.